برضه نذكر اخواننا انه إن الحرب الان تدور ريحها في الشرق الاوسط. هذه الحرب محزنه بالنسبه لنا فعلا، ونحن انكوينا بنار الحرب. لذلك ما ممكن انه اي سوداني يشجع على الحرب وعلى القتل وعلى الدمار وعلى الخراب. احنا يمكن دي برضه فرصه نطالب كل الناس اللي بيتقاتلوا ان يضعوا السلاح، وايضا اخواننا في الخليج كلهم لهم ايادي بيضاء وادوار عظيمه في السودان. نحن نتضامن معهم كامل التضامن ونجب اي انتهاك لدولهم ولسيادتهم، لانهم كما دارت علينا نحن هذه الحرب لا نريد ان نراهم في مواقف فيها الم لشعوبهم وفيها انتهاك لحرمات دولهم. تضامننا الكامل معاهم. وبرضه رساله لاخواننا اللي بيهرجوا داخل السودان وزي المجموعه اللي ظهرت امس دي، نحن لن نسمح لاي مجموعه انها تتحدث باسم القوات المسلحه او باسم الدوله السودانيه في امور ليست من شانهم. وكل زول دار يفتح عينه يفتح عينه، ما فتح عينه نحن عينه دي بنغمدها له بالواضح بصريح العباره. نحن ما بنرضى انه تستغل اي مساحه بعد حريه او بتاعه احتفاليه تستغل لتستثمر ضد السودان وضد شعب السودان. نحن المجموعه اللي امبارح دي كلنا حنقف ضدها وضد كل زول يساندها او يقف معها، ونقف ضد كل من يشجع على العدوان على اخواننا في مختلف بقاع العالم. نحن دوله مسالمه ونسعى الى السلام، ونسعى لانه السلام يعود لبلادنا ويعود لبلدنا. لذلك نحن بنحذر كل زول تحذير بمنتهى ما فيه كلام، انه اذا رفعت راسك تحدثت حديث مسيء للدوله السودانيه ما حنجاملك، مهما بقيت مهما تطاولت مهما فعلت ستمسح كل ما عملته وستذهب الى مكانك الطبيعي اللي افترض انك تكون فيه.